أهلا بيكم. كلنا بنمر بلحظات بنحس فيها إن الدنيا اسودت في وشنا. لحظات الوجع فيها بيبقى مادي، بتحس بيه في كل خلية في جسمك. الحزن يا جماعة مش ضعف، الحزن هو إشارة إن روحك محتاجة رعاية. النهاردة أنا مش جاية أقول لكم معلش ولا انسوا، لأن في ناس بتفضل تقولك معلش وانسى، وكأن الموضوع مجرد زرار هتدوس عليه فكل حاجة هتنتهي. أنا جاية أقدم لكم روشتة عملية ونفسية، حاجات لو عملتوها في عز وجعكم هتحسوا بسكينة وبرد في قلبكم ما كنتوش تتخيلوه. الفيديو ده لكل إنسان موجوع ومحتاج حد ياخد بإيده. إن شاء الله الكلام ده هيفرق معاكم جدا. أول حاجة هنتكلم فيها، اعترف بوجعك، بلاش تمثيل القوة. أكبر غلطة بيقع فيها الشخص الحزين هو إنه بيمثل إنه تمام، بيكبت مشاعره ويقول أنا قوي وما عنديش أي حاجة مضايقاني ولا أي حاجة تهزني. الكبت ده هو اللي بيخلي الوجع يطول ويتحول لأمراض جسدية. أول حاجة تعملها وانت موجوع هي إنك تسمح لنفسك بالحزن. عيط لو عايز، اصرخ لو محتاج، اقعد لوحدك واعتصر بوجعك. الحزن لازم يخرج عشان يفضي مكان للراحة. ما تهربش من مشاعرك، واجهها وقول أنا موجوع دلوقتي وده حقي. قاعدة 48 ساعة، وقف القرارات فورا. لما بنكون موجوعين عقلنا بيبقى عاطفي مش منطقي. اوعى تاخد اي قرار مصيري وانت في عز حزنك، يعني لا تسيب شغل ولا تنهي علاقة ولا تبعت رسالة عتاب. في اول 48 ساعة من الوجع دورك الوحيد هو انك تتنفس وتعيش وبس. عقلك محتاج وقت عشان الدخان اللي فيه يهدى وتشوف الصورة صح. السكوت في عز الوجع هيبة وحماية ليك من ندم كبير ممكن يحصل بعدين. هنيجي بقى للمسكنات النفسية، يعني هنيجي للخطوات العملية. في حاجات بسيطة بس مفعولها سحر وقت الحزن. أول حاجة المية والهدوء. المية ليها قدرة عجيبة على سحب الطاقة السلبية. خد شاور دافي، اتوضى وخلي المية تلمس جسمك بنية إنها تغسل وجعك. الحركة، حتى لو مش قادر اتحرك، اتمشى ربع ساعة. الحركة بتفرز هرمونات بتساعد العقل على إنه يقاوم الاكتئاب. والنقطة دي بقى اتكلمنا فيها كذا مرة، وهي الكتابة. حاول تفرغ وجعك في ورق، اكتب كل اللي مضايقك وبعد ما تخلص قطع الورقة أو احرقها. الحركة دي بتوحي لعقلك الباطن إن الوجع ده خرج منك ما بقاش جواك. نيجي لنقطة اعتزال المحفزات. حاول تحمي جرحك. لما يكون عندك جرح في إيدك بتحميه من أي حاجة تلمسه. الوجع النفسي نفس الكلام. بلاش تسمع أغاني حزينة، بلاش تقلب في ذكريات وصور توجعك، وبلاش تدخل على السوشيال ميديا وتشوف حياة الناس اللي بتبان مثالية وتزيد همك. اعتزل كل حاجة بتضغط على جرحك. اقعد مع ناس مريحة، اقعد لوحدك في صمت وهدوء. انت محتاج فترة نقاهة نفسية بعيدا عن دوشة العالم. ونيجي لأهم نقطة وهو السر اللي بيبرد القلب، هو إنك تتونس بالله سبحانه وتعالى. في عز وجعك مفيش حد هيفهمك ولا هيحس بيك قد اللي خلقك سبحانه وتعالى. سجدة واحدة في نص الليل تحكي فيها لربنا كل اللي وجعك بكل بساطة، كفيلة إنها تبدل حالك. ربنا مش محتاج منك كلام مترتب، هو محتاج قلبك المنكسر. قول يا رب اجبرني، يا رب برد قلبي. يقينك إن ربنا قريب منك وبيحميك هو اللي بيخليك تقوم تاني وانت أقوى. في النهاية الحزن مش دايم والوجع لازم هيعدي، دي سنة الحياة. المهم تطلع من الوجع ده بدرس يخليك أنضج وأذكى. قولولي في التعليقات ايه أكتر حاجة بتعملها وبتحس إنها بتهون عليك وقت ما تكون موجوع. احكولنا تجاربكم عشان نكون سند لبعض. أنا سيلا، ودي قناتكم علم نفس الحياة. بكرة أحلى بكتير إن شاء الله. شكرا.